السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أولى إعدادي؟ أنا مس سارة ومكملة معاكم شرح منهج أولى إعدادي 2026، ودي الحصة السابعة لينا مع بعض. في الفيديو اللي فات أخدنا فعل أبوار وعرفنا ازاي نقدم نفسنا من حيث العمر. أما فيديو النهاردة فهنتعلم مع بعض ازاي أقدم نفسي من حيث الجنسية، ازاي أقول أنا جنسيتي ايه، وازاي أقدم نفسي من حيث السكن، أقول أنا ساكن فين. فيلا نبدأ مع بعض ونشوف هنستخدم فعل ايه عشان نتكلم عن الجنسية. لو جيت تقول جنسيتك باللغة الإنجليزية هتقول I am Egyptian. أنا عندي Egyptian دي اللي هي مصري. طب الأم ده verb to be. تمام، يبقى أنا عشان أتكلم عن جنسيتي باللغة الإنجليزية استخدمت verb to be، صح؟ طب أنا عايزة أتكلم عن جنسيتي باللغة الفرنسية أو بالفرنساوي، يعني هتستخدم verb إيه؟ هستخدم verb to be برضو، بس verb to be في الفرنساوي عندنا اسمه verb être. être être وده فعل مجموعة تالتة. يعني ايه فعل مجموعة تالتة يا مس؟ يعني فعل شاذ في تصريفه، لازم تحفظ تصريفه زي ما هو، وتصريفه كالآتي زي ما هو مكتوب قدامك كده بالظبط: je suis je suis tu es tu es il est elle est je suis tu es il est elle est nous sommes vous êtes vous êtes ils sont و elles sont. Nous sommes, vous êtes, ils sont و elles sont. مرة كمان: je suis, tu es, il est, elle est. Nous sommes, vous êtes, ils sont و elles sont. طب تعالى نترجمه واحدة واحدة كده. je suis أنا أكون، tu es أنت تكون أو أنت تكوني، il est هو يكون، elle هي تكون، nous sommes نحن نكون، vous êtes أنتم تكونون، ils sont هم يكونوا، elles sont هن يكن أو هن يكونوا. يبقى أنا يا مس عشان أتكلم عن جنسيتي بستخدم فعل être. être ده بمعنى ايه؟ بمعنى يكون. طب فيرب être ده بستخدمه بس في الحديث عن الجنسية؟ لا، بتستخدمه كمان في الحديث عن المهنة. تقول بيه مهنتك. هو أنا عندي مهنة؟ عندك مهنة، انت تلميذ أو طالب في المرحلة الإعدادية. وجايب لي هنا 3 أمثلة. أول مثال بيقول je suis français، أنا أكون فرنسي، المقصود بيها إن أنا جنسيتي فرنسية. التاني je suis collégien، أنا طالب في المرحلة الإعدادية. التالت إليه بروفيسور، هي مدرسة. طبعا في المثال التاني والتالت اتكلم عن المهنة، لكن في المثال الأولاني استخدم فيرب إتر عشان يتكلم بيه عن الجنسية. جايب لي هنا تمرين على فيرب إتر، تعالوا ما نشوف هنحل مع بعض ازاي. في تصريف فعل إتر، فأنا مفروض أوصل كل ضمير بالتصريف بتاعه. وأول ضمير عندي الإيل، تصريف فيرب إتر مع الإيل إيليه اللي هي حرف السي. إيلي إيجيبسيان هو يكون مصري. 2 الضمير فو، تصريف آتر مع الفو فوزات اللي هي حرف ايه؟ حرف الأو اللي هي آخر واحدة. فوزات انجلي حضرتك إنجليزي. 3 الضمير تو، هصرف آتر مع تو هتبقى تويه انهين اللي هي حرف البي اللي هي تاني واحدة. تويه فرنسي انت فرنسي. 4 الضمير إلافيك اس، تصريف فيرب آتر مع الإلافيك اس سون اللي هي حرف الدي. ils sont en France هما بيكونوا في فرنسا. 5 نو، اتر مع النو nous sommes اللي هي nous sommes libanais نحن نكون لبنانيين. وجايب لي كمان تمرين على فيرب اتر. أول جملة جون نقط إيطاليان، عايز يقول لي جون بيكون إيطالي. جون ده اسم ولد، بيساوي الضمير ايه؟ بيساوي الضمير ايه المفرد المذكر. يبقى انا عايز اصرف فيرب اتر مع ايه المفرد المذكر. اتر مع ايه الايه الاخيره، بس التي متاكله هنختارها الاخيره. 2 جو نقط كوليجيان، عايز يقول انا اكون طالب في المرحله الاعداديه. تصريف اتر مع الجو جو سوي الاولى. 3 تو نقط انجلي، عايز اصرف فيرب اتر مع تو. تصريف اتر مع تو تويه انهين الاولى تويه انجلي انت انجليزي. 4 نو، اتر مع النو نو صام الاخيره نو صام فرنسي
نحن نكون فرنسيين. 5 إيل نقط لبنان، عايز يقول هما بيكونوا لبنانيين. تصريف فيرب اتر مع الإيل افيك اس سون هين الأخيرة. 6 فو نقط ألمون، تصريف اتر مع الفو فوزات التانية فوزات ألمون، حضرتك بتكون ألماني. وتاني فعل معانا النهاردة هو فعل أبيتي. أبيتي يعني يسكن، وده فعل بستخدمه للحديث عن سكني، بستخدمه عشان أقول أنا بسكن فيه. قبل ما نبدأ في شرح فيرب أبيتي، تعالى معايا الأول أوريك إزاي نصرف فعل المجموعة الأولى في اللغة الفرنسية. أول حاجة كده يا مس، أنت معرفتنيش يعني فعل المجموعة الأولى عشان تقولي تصريف. أيوة صح، أنا معرفتكش يعني فعل المجموعة الأولى. أفعال المجموعة الأولى يا سيدي هي الأفعال التي تنتهي بالمقطع أو آر، أو آر اللي هي الإي آر. تاني، أفعال المجموعة الأولى في اللغة الفرنسية هي الأفعال التي تنتهي بالمقطع أو آر، ودي ليها تصريف ثابت. يعني كل أفعال المجموعة الأولى أفعال منتظمة، أفعال كده مؤدبة وبنت حلال، كلهم بيتصرفوا زي بعض. أفعال منتظمة ليها طريقة في التصريف، بنعرف طريقة التصريف. كل الأفعال اللي هتنتهي عندك بالأو ار هتتصرف زي بعضها، ما عدا فعل واحد بس لما يقابلنا هبقى أقولك تصريف. طب ايه هي طريقة التصريف بتاعت فعل المجموعة الأولى؟ عندك خطوتين بس. أول حاجة هتحذف الأو ار اللي هي النهاية. مس أيوة اللي هي النهاية، يبقى هنحذف النهاية اللي هي الأو ار. بعد كده نضيف النهايات الآتية. النهايات مع الجو أو، مع التو أو أس، مع الإيل والآل أو، مع النو أو إن أس، مع الفو أو زاد، مع الإيل افيك أس والآل افيك أس أو إن تي. تاني يا مس، مع الجو أو، مع التو أو أس، مع الإيل والآل أو، مع النو أو إن أس، مع الفو أو زاد، مع الإيل افيك أس والآل افيك أس أو إن تي. تعالى ناخد مثال لفعل مجموعة أولى ونطبق عليه. معايا فعل بارلي. بارلي يعني يتكلم أو يتحدث إلى. الفعل ده مجموعة كام؟ هعرف منين يا مس؟ هتعرف من النهاية، بينتهي بالمقطع أو آر، يبقى مجموعة كام؟ مجموعة أولى. عايزين نصرف الفعل اللي قدامنا ده، هنصرفه ازاي؟ عندك خطوتين. الخطوة الأولى هنحذف الأو آر يا مس. الخطوة التانية نضيف النهايات. أول حاجة تعالى ما نكتب الضمائر مع بعض. أول حاجة الجو، tu, il, elle, nous, vous، il avec s، elle avec s. كتبنا الضمائر يا مس. الخطوة التانية اكتب الفعل من غير الأو ار. parle 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 parle. نضيف النهايات بقى. النهاية مع الجو او، مع التو او اس، مع الإيل والآل او، مع النو او ان اس، مع الفو او زاد، مع الإيل افيك اس والآل افيك اس او ان تي. كده صرفنا الفعل. طب تعالوا ما نترجمه مع بعض ونقرأه سوا. جو بارل، جو بارل أنا أتكلم. tu parles أنت تتكلم. il parle هو يتكلم. elle parle هي تتكلم. nous parlons نحن نتكلم. vous parlez أنتم تتكلمون. il parle هم يتكلمون، وال بار هن يتكلمون. أظن مفيش أسهل من كده. نرجع بقى تاني لفيرب أبيتي وإزاي أتكلم عن السكن. فيرب أبيتي بينتهي بإيه؟ بينتهي بالأو ار يا مس، يبقى فعل مجموعة كام؟ فعل مجموعة أولى. طب بيتصرف إزاي؟ زي تصريف أفعال مجموعة أولى اللي لسه واخدين. طب في ملحوظة صغيرة بس في فيرب أبيتي. إيه؟ فيرب أبيتي بيبدأ بحرف الأش، وحرف الأش هنا متحرك مش ساكن، لا متحرك. طب دي هتفرق معايا في التصريف؟ هتفرق في حاجة بسيطة خالص. الضمير جو بدل ما هو جي او هيبقى جي أبوستروف. هتشيل حرف المتحرك بس، هتحط مكانه أبوستروف بس كده، وتصرف الفعل عادي خالص. طب تعالى ما نقرأ الفعل مع بعض. جابيت أنا أسكن.
tu habites أنت تسكن أو أنت تسكن. il habite هو يسكن. elle habite هي تسكن. nous habitons نحن نسكن. vous habitez أنتم تسكنون. ils habitent وelles habitent هم يسكنون. ننطق مرة كمان. verbe habiter يعني يسكن. تصريفه j'habite, tu habites, il habite, elle habite. nous habitons, vous habitez, ils habitent وelles habitent. طب أنا عايزة أتكلم عن سكن هقول إيه؟ أنا يعني جو. تصريف verbe habiter مع الجو habite أقول j'habite زائد حرف الجر زائد أي مدينة أنا بسكن فيها ما عدا القاهرة والفيوم وسينا بحط قبلهم أو اللي هي أيو. فأقول j'habite à الأقصر أنا بسكن في الأقصر. أو il habite 16 rue Victor Hugo à Paris هو بيسكن في 16 شارع فيكتور هوجو في باريس. وجايب لي هنا تمرين على فيرب habiter. تعالوا ما نشوف مع بعض هنحله ازاي. جايب لي الجنب الأولاني الضمائر والجنب التاني تصريف فيرب habiter. أول حاجة الجو هصرف فيرب habiter مع الجو. النهاية مع الجو ايه؟ او. هدور على نهايتها او اللي هي حرف البي. j'habite à الأقصر أنا بسكن في الأقصر. 2 جايب لي الضمير فو. تصريف فيرب habiter مع الفو. النهاية ايه؟ أوزاد. ايه اللي نهايته أوزاد؟ اللي هي حرف الأو الأخيرة. vous habitez à Nice أنتم تسكنون في مدينة نيس دي مدينة مشهورة في فرنسا. 3 الضمير تو. النهاية مع تو ايه؟ او اس يبقى وصلها بحرف الدي. 4 الإيل افيك اس. تصريف فيرب habiter مع الإيل افيك اس ياخد النهاية ايه؟ او ان تي اللي هي التالتة. ils habitent à Paris هم يسكنون في مدينة باريس. 5 نو. النهاية مع النو او ان اس يبقى اختار الأولى. nous habitons à طنطا نحن نسكن في مدينة طنطا. وجايب لي كمان تمرين على فيرب habiter. أول نقطة موا جي نقط à Paris هصرف فيرب habiter مع الجو. النهاية مع الجو ايه؟ او يبقى j'habite à Paris التانية. 2 il نقط à Lyon. النهاية مع الإيل ايه؟ او برضه يبقى هختار habite الأولى. il habite à Lyon. 3 نو. النهاية مع النو او ان اس الأخيرة. 4 فو. النهاية مع الفو وزاد التانية. 5 صوفي. صوفي ده اسم بنت. اسم البنت بيساوي الضمير ايه؟ بيساوي لي الآل المفرد المؤنث. النهاية مع الآل او الأخيرة. 6 أمير ايه ياسمين. أمير ده ايه؟ ولد وياسمين بنت. ولد وبنت جمع مذكر ولا جمع مؤنث؟ جمع مذكر. النهاية مع الجمع ايه؟ او ان تي يبقى الأولى. 7 تو نقط أروم. النهاية مع التو او اس اللي هي التانية. بس كده. ونيجي للجزئية اللي بعد كده وهي تأنيث صفات الجنسيات. يعني ايه تأنيث صفات الجنسيات يا مس؟ بص يا سيدي انا لو ولد عايزة اتكلم عن جنسيتي هقول ايه؟ هقول انا مصري. طب لو بنت هتقول انا مصري برضو؟ لا هتقول انا مصرية. زودنا هنا التاء مربوطة ده بنسميه في العربي تأنيث. طيب ماشي. طب لو انا مثلا جنسيتي فرنسي وانا ولد هقول ايه؟ انا فرنسي. طب لو بنت هتقول انا فرنسية. حصل تغيير ايوه حطينا تاء مربوطة ده اسمه تأنيث. انا عايزة اعمل ده بقى بالفرنساوي هعمله ازاي؟ اول حالة من حالات التأنيث بيقولك ان احنا بنأنث صفة الجنسية باضافة حرف الاو اللي هو حرف الاي. زي ايه؟ زي فرنسي تبقى فرونسيز. فرنسي فرنسي زي ما هو كاتب لك هنا. إليه فرنسي هو فرنسي. إليه فرونسيز هي فرنسية. وإيه كمان من الجنسيات بأنثها بإضافة حرف الأو؟ زي أنجلي. أنجلي بتبقى أنجليز. إنجليزي إنجليزية. كاتب لي هنا إيه؟ إليه أنجلي هو إنجليزي. إليه أنجليز هي إنجليزية. عندي كمان شينوا. شينوا يعني صيني. شينواز صينية. وعندي كمان ألماني. ألماني يعني ألمو. ألمانية ألموند. ننطقهم مرة كمان. فرنسي فرونسيز. أنجلي أنجليز. شينوا شينواز.
المو الموند. طب التأنيث وقف معايا عند الحالة دي بس، هي واحدة بس يا مس؟ لأ، عندك كمان حالة. الحالة التانية عندك في تأنيث صفات الجنسيات، إن الجنسيات اللي بتنتهي عندك بالمقطع EN اللي احنا بنقول عليه بالإنجليزي IEN، بعمل فيها إيه؟ بضيف لها NU اللي هي NE، زي إيجيبسيا إيجيبسيان، إيطاليا إيطاليان، إيجيبسيا مصري إيجيبسيان مصرية، إيطاليا إيطالي إيطاليان إيطالية. وعندي كمان تونيزيا، تونس الجنسية، تونيزيان تونسية يعني من تونس، تونيزيا تونيزيان، برازيليان برازيلي برازيليان، برازيليا برازيلي برازيليان برازيلية. نقولهم مرة كمان، إيجيبسيا إيجيبسيان، إيطاليا إيطاليان، تونيزيا تونيزيان، برازيليا برازيليان. وهم دول الحالتين بس اللي مقررين عليا في تأنيث صفات الجنسيات. هل في حالات تانية؟ أيوة في حالات تانية كتير، بس مش عليك، احنا بنلتزم باللي علينا بس. وجايب لي تمرين على تأنيث صفات الجنسيات، وأول نقطة بيقول مارك ايه فرنسي، مارك يكون فرنسي. جايب لي الناحية التانية شايل لي اسم مارك وحاطط مكانه ماري، ماري دي بنت، عايز يقول ماري تكون فرنسية. هعمل ايه في فرنسي؟ هخليها فرونسيز، هحط لها حرف الأو. 2 طون ايه انجلي، ده بيكون انجليزي، هعمل فيه ايه؟ جايب لي الناحية التانية ايميلي، صفة انجلي، عشان أأنث هحط لها حرف ايه؟ حرف الأو، يبقى ايميلي ايه انجليز. 3 لوكا ايطاليا، لوكا بيكون ايطالي، جايب لي الناحية التانية صوفيا، صوفيا ايه؟ ايطاليا، عشان أأنث اعمل فيها ايه؟ احط لها ان او، هتبقى ايطاليان، يبقى صوفيا ايه ايطاليان. السؤال سهل جدا وانا حليت معاك 3 نقاط، اتبقى 2 هسيبهم لك تحلهم لوحدك وتكتب لي حلهم تحت في الكومنتات. وجايب لي كمان سؤال على الجنسيات بس اختياري. اول نقطة بيقول لي ايه ليه نقط، ايه هنا المؤنثة ولا المذكرة؟ هنا المؤنثة، يبقى محتاج صفة جنسية مؤنثة. ايه المؤنث عندك في الاختيارات؟ عندي فرونسيز التانية. 2 عمر ايه نقط، عمر ده ولد، يبقى انا محتاج جنسية مذكرة، هختار إيجيبسيا الأولى. 3 صوفي ايه نقط، صوفي دي بنت، يبقى أنا محتاج صفة جنسية مؤنث. ايه المؤنث عندك؟ إيطاليان التانية. توما ايه نقط، توما ده ولد، توما أو توماس يعني، ايه نقط ده ولد، يبقى أنا محتاج صفة جنسية مفرد مذكر. ايه المفرد المذكر اللي عندك؟ عندي المو الأولى. 5 روبير ايه نقط، روبير ده ولد، يبقى انا محتاج صفة جنسية مذكرة، عندي ايه؟ عندي انجلي الاولى. 6 خديجة ايه نقط، خديجة دي بنت، يبقى انا محتاج صفة جنسية مفرد مؤنث. ايه المؤنث؟ تونيزيان تونسية. وعايز يعلمني بعد كده تقديم النفس، تقديم النفس يعني سو بريزونتي، سو بريزونتي. احنا شرحنا تقديم النفس على وحدتين، الوحدة الأولى علمك ازاي تقول اسمك، الوحدة التانية علمك أكتر شوية، قالك ازاي تقول عمرك والسكن والمهنة. فيلا نسترجع مع بعض بالراحة كده. أول حاجة عشان أقول اسمي بستخدم فيرب اسمه سابلي، يدعى أو يسمى. فعايزة أقول اسمي أقول ايه؟ جو مابيل سارة. تاني حاجة verb avoir، ده بستخدمه عشان أتكلم عن عمري، وده بمعنى يملك أو لديه أو عنده. عايزة أتكلم عن عمري هقول جي، هو كاتب لي هنا إنه عنده 16 سنة، أقول جي سيزون، لكن أغلبكم عنده 12 أو 13، جي دوزون أو تريزون. 3 عشان أتكلم عن سكني بستخدم verb habiter، habiter يعني يسكن، فأقول جابيت أنا بسكن. أسهل حاجة إن أنت تقول إن أنت بتسكن في المدينة، مش تقول أنا بسكن في نمرة 5 و6 وشارع كذا، لأ قول إن أنت بتسكن في مدينة على طول. جابيت طنطا، أنا بسكن في طنطا. جابيت منصورة، أنا بسكن في المنصورة. واخر حاجة verb être، وده بستخدمه في حاجتين، verb être بمعنى يكون، بستخدمه عشان اتكلم عن جنسيتي وعن مهنتي. فعايزة اقول انا مصري اقول je suis égyptien، انا مصري. طب عايزة اقول ان انا طالب اعدادي او طالب في المرحلة الاعدادية، je suis collégien. ده اللي احنا قلناه وقدمنا بيه نفسنا. تعالوا ما نشوف هنا كاتب لي اول حاجة، قال لي جو مابيل أليكس، انا اسمي أليكس.
جي سيزو، عندي 16 سنة. جابيت 5 ري دو لا بوست على باريس، أنا بسكن في نمرة 5 شارع البوسطة في باريس. جو سوي فرونسي، أنا فرنسي الجنسية. جو سوي كوليجيا، أنا طالب في المرحلة الإعدادية. طب احنا كده قرأنا وانا قلتلك ازاي تقدم نفسك. انا طالبة منك ايه دلوقتي؟ طالبة من اي بنت او ولد بيتفرج دلوقتي على الفيديو ان هو يقدم لي نفسه تحت في الكومنتات بالفرنساوي، ونشوف بقى هل اتعلمت فعلا ازاي تقدم نفسك بالفرنساوي ولا لسه. واخر جزئية معانا النهاردة وهي الاستفهام. واول استفهام عندي هو الاستفهام باللهجة. يعني ايه باللهجة؟ يعني باللغة العامية. الاسئلة اللي بنسألها لبعض عادي بالعربي من غير ما نستخدم ادوات استفهام. زي ما اقولك مثلا انت تحب اللون الاحمر، انت بتحب الكورة، انت بتتفرج على التلفزيون. هنا ما بنستخدمش اداة استفهام، فردك عليا بيكون ايه؟ اما ايوه او لا. وده بقى بنسميه سؤال اللهجة. كاتب لي هنا مثال: tu es collégien، انت طالب اعدادي او طالب في المرحلة الاعدادية. هترد تقول ايه؟ اما ايوه او لا. ايوه يعني oui oui je suis collégien. لا no je suis étudiant، لا انا طالب جامعي. لا عندنا اسمها no بس زيادة فيها حرف ال n. في الانجليزي n o بس، اما احنا عندنا n o n. وتاني استفهام عندنا بكلمة الاستفهام كومو. كومو، طب كومو دي بمعنى ايه؟ ليها معنيين، بمعنى ما او كيف. طب طول ما انت بتدرس فرنساوي مش هتشوف كومو بمعنى ما غير في حالة واحدة بس، ما اسمك. لكن العادي بتاعها او الدائم بتاعها بمعنى كيف. يبقى انا مش هشوف كومو بمعنى ما غير في ما اسمك، لكن باقي استخداماتها بمعنى كيف. فكاتب لي اول سؤال كومو تي تابيل، ما اسمك. او عامل لي تقديم متأخر في السؤال تي تابيل كومو، برضو ما اسمك. مجاوب لي بيقول لي جو مابيل ياسمين، انا اسمي ياسمين. طب عامل لي سؤال كمان كومو سافا، كيف حالك؟ قال له سافا بيا، انا كويس. وتالت كلمة استفهام معايا هي كال. كل بمعنى ايه؟ بمعنى ما او اي. كل دي على فكرة ملهاش شكل واحد بس، ليها 4 اشكال، بس احنا هناخد الشكل ده بس دلوقتي. كال اللي هي كيو يو اي ال بيجي بعديها اسم مفرد مذكر، زي كلاش تيا، ما عمرك. او تيا كلاش، برضو ما عمرك. رد قال ايه؟ جي دوزو، عندي 12 سنة. ورابع كلمة استفهام معايا النهاردة هي او يعني اين. خد بالك حرف اليو عليه اكسون، بستخدمها للسؤال عن مكان السكن. فاقول لك اوتيابيت. اوتيابيت يعني ايه؟ اوتيابيت اين تسكن. جايب لي السؤال بطريقة تانية اللي هي تيابيت برضو اين تسكن. هرد اقول ايه؟ جابيت الاقصر، انا بسكن في مدينة الاقصر. ودول كلمات الاستفهام اللي عندي. وجايب لي هنا تمرين على الاستفهام. واول نقطة بيقول تويي ايجيبسيا، انت مصري. هرد بايه بقى؟ ده سؤال باللهجة، ارد بايوه او لا. ايوه يعني وي، ولا يعني نو. ايه اللي موجودة في الاختيارات منهم؟ عندي نو اللي هي رقم دي. نو جو سوي فرنسي، لا انا فرنسي، يبقى هوصلها بالدي. 2 او تيابيت، اين تسكن. هرد عليه بالمكان اللي انا بسكن فيه. هرد برقم ايه؟ هرد بالاو اللي هي اخر واحدة. جابيت انيس، انا بسكن في مدينة نيس. 3 كومو تي تابيل، ما اسمك. هقول له ايه؟ هقول له انا اسمي كذا اللي هي اول واحدة. جو مابيل مارتا، اسمي مارتا. 4 كلاجتي. كلاجتي، ما عمرك. ارد بعمري اللي هي سي. جي دوزون، عندي 12 سنة. واخر واحدة كومو سافا، كيف حالك. هقول له بيا ميرسي اللي هي بي، كويس شكرا. وبكده نقدر نقول ان انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة. واي سؤال او استفسار اكتبهولي تحت في الكومنتات او ابعتهولي على جروب التليجرام. اشوفكم في فيديو تاني جديد ان شاء الله. اوريفوار.